السلام عليكم، فيديو جديد في قناة عنبر 7. وبصراحة بعد آخر فيديو عملناه اللي هو بتاع كشف حساب المنتخب، أنا بصراحة كنت ناوي إن أنا أبطل كلام عن المحليات شوية ونفصل بقى بأوروبي وكده والكلام ده كله. ولكن بصراحة صحينا على خبر النهاردة أو على حسب ما تشوف الفيديو بقى هيبقى امبارح، إن تولي الكابتن حسام حسن منتخب مصر. والحقيقة ده شجعني وحفزني إن أنا أصور فيديو، وقلت بقى بالمرة نحكي لكم كده حكايه للزمالك وحكايه للاهلي، نشوف ازمات القيد، صفقات عملوا ايه والكلام ده كله، ويبقى وجبه كومبو محليه لذيذه كده قبل ما نفصل بقى ونروح اوروبا في الفيديوهات اللي جايه، ويرجع بقى للتشامبيونز ليج والكلام ده كله، ونقفل على المحلي بالمفتاح وننساه خالص. اول ملف معايا وهو نادي الزمالك. والحقيقه اللي بيحصل في نادي الزمالك الكام اسبوع اللي فاتوا او الكام شهر اللي فاتوا يستحق ان احنا نتكلم عنه ونعرف اللي ما يعرفش، ونحكي قصه عن ازاي فكوا ازمه القيد والكلام ده كله، والازمات اللي الزمالك قاعد فيها بقاله 25 سنه، نشوف الدنيا اتحلت ازاي. جينا بقى من 3 شهور موضوع مرتضى منصور انه مشي، وان جه مكانه حصل انتخابات وكسب حسين لبيب، ولاول مره من فتره ان القائمه كامله تكسب، وان محدش يقدم طعن بقى، ونخش في الموال بتاع كل سنه بتاع الزمالك ده. والحقيقه كان الاداره دي عندنا تحديات كتير، اولها هي فك ازمه القيد، لان الفرقه دي عشان تكمل الموسم ده لاخره بشكل معقول لازم على الاقل 4-5 صفقات. تعال نحكي ازمه القيد كده بسرعه. ازمه القيد دي حصلت ليه؟ لان الزمالك متقدم للفيفا ضده 14 قضيه، منهم بقى سبورتنج لشبونه وشيكابالا، منهم اتشيمبونج، منهم اجوجو اللي مات الله يرحمه قبل ما ياخد فلوسه، وعندك بقى قصص كتير من الموال ده. والحقيقه ازمه القيد دي هي من الازمات اللي بتبقى عقده في نافوخ اي اداره بتيجي تمسك، لانه مش عارف يعمل صفقات، بيحاول ياخد تسهيلات من وزاره الشباب والرياضه ومن اتحاد الكوره عشان يمشي امور الدنيا، ولكن ما كانش في حل جذري للموضوع. ولكن تقريبا دي اول مره من 25 سنه ولا حاجه الموضوع ينتهي رسمي. الزمالك ايا كان بقى دفع منين ولا جاب قروض ازاي ولا عمل ايه، المهم ان الزمالك دفع فوق ال 2.5 مليون دولار للفيفا، وانتهت الازمه نهائيا. وتقريبا تقريبا دي اول مره الزمالك يقعد اسبوعين 3 في استقرار، اللي هو بيحقق شويه مكاسب في الكوره. كده كده كان في توقف دولي، وحلت ازمه القيد، قدرت تجيب صفقات، وهنشوف الصفقات دلوقتي هي ايه الصفقات. دي اول مره تحس ان الزمالك مستقر، اللي هو في اداره بتعمل خطوات، الجمهور في ظهر المنظومه، فتحس ان الموضوع اريح بكتير، وفي نظافه كده عن ايام مرتضى منصور، وفي خطوات بتتم، وتحس ان في امل في نادي الزمالك. صفقات الزمالك عندك عبد الله السعيد طبعا، عندك ناصر ماهر، عندك احمد حمدي لو الناس فاكراه، اللي هو كان محترف في كندا، اللي كان مع الاهلي وقت حسام البدري. فانت بتتكلم على صفقات انا شايفها كويسه، بس فيها مشكله او فيها مشكلتين. اول مشكله ان انا حاسس ان فيها رهانات كتير على اسامي ممكن تعمل اداء سوبر وتفتكر مستواها بتاع زمان، او تخيش منك وتروح عليك كل حاجه. تاني مشكله ان معظمها في نص الملعب. وافتكرت صفقه ياسر حمد كمان، اللعيب الفلسطيني. والحقيقه تحس ان في اتجاه للعيبه الفلسطينيين، لان موضوع ان الفلسطيني ممكن يبقى زياده على المحترفين، فده يساعدك. وكمان في حاله نادي الزمالك بالتحديد انت محتاج تجيب ناس باقل التكاليف، فده ممكن يحقق لك المعادله. فانت بتتكلم في مشكلتين انا بالنسبه لي انا ما اعرفش هيتحلوا ازاي، خصوصا ان انت جايب مدير فني جديد اسمه جوميز. انا ما اعرفش عنه حاجه بصراحه، ومش هصيع عليك ومش هحرق لك في الوقت واقول لك انا عارف عنه حاجه، انا ما اعرفش عنه حاجه بصراحه. ولكن انا بالنسبه لي الزمالك ناقصه ايه من الميركاتو ده؟ انا بالنسبه لي الزمالك محتاج باك رايت بديل لمسلوسي، يبقى معاه يكمل معاه الماتشات. محتاج باك شمال، شفت عبد الله جمعه مشي كده، فتوح وعبد الشافي، وعبد الشافي بيعتزل، فانت محتاج واحد مع فتوح. وشفنا طبعا اعتذارات فتوح والكلام ده كله. وانا بالنسبه لي نص الملعب اكتمل، سواء بقى الرهان فشل او نجح، فانت عندك وفره في نص الملعب دلوقتي. عندك دونجا طبعا، خلصت بقى من الرؤى والسيسي والكلام ده كله. عندك دونجا، سيف فاروق جعفر، عندك قدامهم بقى عبد الله السعيد، ناصر ماهر، احمد حمدي. والميزه في الصفقات دي لو نجحت ان هم بيلعبوا في رقم 8 ورقم 10، فانت نص الملعب شويه انا حاسه نص ملعب الزمالك اتحسن جامد جدا. بس برضه على حسب الرهانات دي. انا بالنسبه لي الزمالك ناقصه ناقصه وينج رايت،
لان برضو الصفقه اللي الزمالك عملها جاب واحد كونغولي كده احنا ما نعرفش عنه حاجه برضو. فانا حاسس ان صفقات الزمالك حلوه كتيره، ولكن فيها رهانات كتير ممكن فجاه تشعر ان انت ما عملتش حاجه. عندك الواد الكونغولي اللي جابوه جديد احنا ما نعرفش عنه حاجه، في امل على سامسون ان هو يفوق بعد الاداء اللي عمله الفتره الاخيره. فالزمالك الصفقات كويسه، الجمهور حاسس بامل، ولكن انا بالنسبه لي برضو انت عملت حاجات كويسه، ولكن انت ممكن في لحظه الصفقات دي تخيش، وهي للاسف انت لعبت على نسبه ال 50%. ما عدا عبد الله السعيد، بس عبد الله السعيد مش كمان مش هيدوك الماتش كله. فده بالنسبه لي يعني الزمالك تطور وكل حاجه، وشفنا بقالنا في اسبوعين وكده الكلام على الزمالك بيزداد والجمهور عنده ثقه، ولكن انا بالنسبه لي برضو محدش ياخد عشم زياده، لان الصفقات دي وارد جدا فجاه تاخد منك غطس، ده غير الاصابات، ده غير الاعمار الكبيره، كل الكلام ده كله. وده بالنسبه لي كان ملف نادي الزمالك. تعالوا بقى نطير على ملف النادي الاهلي. ايه يا سيدي اللي بيحصل في الاهلي الفتره الاخيره؟ الاهلي جاب عمر كمال، جاب كذا لاعب برضو كويسين، ولكن كان القلق على موضوعين. اول موضوع هو صفقه حارس المرمى، وتاني موضوع ايقاف القيد اللي حصل بسبب برونو سافيو. ايوه الواد البرازيلي اللي ما جابش جول غير في الزمالك وسابنا ومشي ورجع تألق في بوليفار البوليفي، ولكن جه يشتكي على الاهلي، والفيفا قال للاهلي يا تدفع دلوقتي يا اما نوقفك عن القيد. الاهلي دفع والموضوع انتهى، وادي المشكله الاولى اتحلت. نيجي بقى للموضوع الثاني بتاع صفقه حارس المرمى. اولا انا هحكي لك اللي حصل وبعد كده اقول لك رايي. اول حاجه الاهلي كان بيدور على حارس مرمى. مين اتنين حراس كان بيدور عليهم؟ عندك ابو جبل وعندك بسام، ابرز اتنين في الدوري المصري. جميل جميل. ابو جبل وشفنا اللي حصل واتكلمنا عنه في فيديو منتخب مصر وتراجعوا عن الصفقه وبقاش في ابو جبل، وعرفتوا رايي في حلقه منتخب مصر. ناقص بقى محمد بسام. محمد بسام ليه ما جاش وجبنا الزنفولي؟ هقول لك ليه. محمد بسام سيراميكا كليوباترا طلبت طلبات كتيره حبتين، قالت لك عايزه عبد القادر ينضم لينا رسميا نهائيا يعني عقد بيع، وعايزين يمدوا سنه للقندوسي، وعايزين كام صفقه كمان وعقد مالي والكلام ده كله. فالاهلي رفض وبسام ما نجحتش، وانا بصراحه كنت شايف ان هي بسام يا ابو جبل. ولكن بقى ايه اللي حصل؟ رحنا للزنفولي، والحقيقه انا مش هضحك عليك واقول لك ان الزنفولي صفقه حلوه او وحشه، ولكن انت لعبت لعبه الزمالك في الواد الكونغولي وصفقه احمد حمدي والكلام ده كله. الرهان انت كده بتراهن وايه سايبها للقدر. هل الزنفولي يا كابتن بامبي حارس وحش؟ ما اعرفش. هل هو حارس حلو؟ برضه ما اعرفش. طب انت رايك يا كابتن بامبي؟ انا هقول لك رايي. انا بالنسبه لي انا شايف انت مش محتاج حارس مرمى اساسا. انت عندك مصطفى شوبير وعندك اللي هو اسمه حمزه علاء، ليه تجيب حارس؟ ما هي دي بقى النقطه بقى. ليه اروح للزنفولي اعاره 6 شهور واجي انت كده بتموت مصطفى شوبير؟ اصل هيلعب امتى؟ هو 25 سنه ومش عايز تلعبه، اما هتلعبه امتى؟ اما هو قاعد في النادي ليه؟ طب ما تمشيه واديله فرصه بره في نادي تاني. هي دي انا بالنسبه لي ده رايي. انا بالنسبه لي شايف ان انت مش محتاج حارس مرمى اصلا. تاني حاجه، تالت بقى مشكله نسيت اقولها، وهي احمد شوبير بقى نفسه. هو ليه الفتره اللي فاتت كل الاخبار بتطلع منه هو؟ احنا بقينا نعرف الخبر قبلها بيومين ثلاثه منه هو، يعني حتى لو حد مديله المسؤوليه دي، هو ده مش يضر بالمصداقيه والسمعه الاعلاميه للنادي؟ لان ابنه في حراسه المرمى. يعني انا كل الاخبار بتطلع منه هو. طب ده معنى ايه؟ فانا بالنسبه لي ده برضو ايه كان ملف النادي الاهلي. تعالوا بقى نروح على اخر موضوع معانا وهو منتخب مصر. بقى 3 4 ايام هيرفي رينار مش عارف كابتن حسام حسن وما اعرفش ايه والكلام ده كله. انا بالنسبه لي شايف ايه، مدرب مصري اولا ولا مدرب اجنبي؟ انا بالنسبه لي هات اللي تجيبه، يعني سواء مدرب مصري او مدرب اجنبي مش في دماغي قوي. طيب عايز تجيب مين مصري مين اجنبي؟ هيرفي رينار او حسام حسن. فاحنا كده في تواصل بينا وماشيين على الطريق المنطقي في النقطه دي. ولكن هو السؤال، هل انت اتحاد الكوره شايف ان الازمه بس في المدير الفني؟ ما هو يا جماعه احنا زهقنا من المسكنات والحقن البنج دي. ما هو مش معنى ان الجمهور ساخط عليك وغضبان عليك انك تروح مديله المدرب اللي هو عايزه وتكرر سيناريو ايهاب جلال تاني. ما هو ده نفس سيناريو ايهاب جلال اللي بيحصل مع كابتن حسام حسن. ده نفس سيناريو ايهاب جلال اللي هو ايه، انتوا عايزين مين من الاخر؟ ما تصدعوناش. عايزين حسام حسن؟ يلا خد بقى حسام حسن اللي انتوا بتصدعونا بيه بقالكم 10 سنين. هل انا بالنسبه لي فرق حسام حسن من هيرفي رينار؟ لا. ليه؟
لان انا كنا بنفتقد حاجه الفتره اللي فاتت، وهي ان يبقى عندي مدرب ذكر. من الاخر انا مش هكمل بقى الكلام واقول لك مدرب ذو شخصيه ومدرب عنده مينتاليتي والكلام المايز ده. لا، احنا من الاخر كنا محتاجين مدرب ذكر يقف قدام اتحاد الكوره وحركات اللعيبه دي. مين الاثنين اللي كوره في افريقيا وحافظين افريقيا؟ هما الاثنين، حسام حسن او هيرفي رينار. فهل انا بالنسبه لي فارقه في النقطه دي؟ لا. هل كنت اتمنى هيرفي رينار اكتر؟ هقول لك ممكن. ليه؟ لان وده الكلام انتوا سمعتوه، ان احنا عايزين الناشئين والكبار يلعبوا بمنهجيه ومدرسه واحده زي ما بيحصل في اي حته في العالم. هل حسام حسن ممكن يحقق لنا ده؟ ولكن ما كانش هيكون بالحريه اللي هتكون عند هيرفي رينار. ما خد بالك برضه احنا عندنا عقده الخواجه عشان هم متفقين مع بعض وحبايب مع بعض. ولكن انا بالنسبه لي هل بقى خلاص دلوقتي كابتن حسام حسن هو اللي ماسك ومعاه ابراهيم حسن طبعا اخوه هيبقى هو مدير الكوره والكلام ده كله، ايه بقى اللي احنا منتظرينه؟ انا بالنسبه لي هل منتظر كاس عالم او كاس افريقيا؟ لا. بس انا منتظر ايه؟ انا منتظر النقطه اللي انا بقول لك عليها، المدرب الذكر. الاتحاد الكوره ما يقعدش يعمل حركاته اللي بيعملها دي، وان اللعيبه اللي ما بتعملش واصل مش عارف ايه واصل اروح اسافر وما اعرفش ايه والكلام ده كله. وثانيا دي اول مره الشعب كله يبقى متفق على قائد للسفينه، لان من الاخر احنا اللي معتمدين اتحاد كوره، وبالبلدي كده مش معتمدين الكابتن بتاعنا ولا لعيبه الكوره اللي عندنا. فدي اول مره يبقى الشعب متفق على قائد للسفينه وحامل للرايه. فانا بالنسبه لي يبقى من المجحف ان انا اتعشم في بطوله عشان جالي مدرب الافضل. هو مدرب كويس ولكنه مش سحر، ولو هو عمل لك كسب افريقيا ولا حاجه يبقى اجتهاد شخصي منه ومن اللعيبه، يبقى ده اداء رهيب منه. وده اللي انا بكلمك فيه. هل لو حسام حسن نجح ده بنجاح اتحاد الكوره؟ لا طبعا، ده نصهم قاعدين في سوهاج مش عارفين حاجه. على فكره الموضوع ده بينرفزني جدا بتاع سوهاج ده بالمناسبه، انا مش بقوله كافيه يعني، هو يبان لك افيه بس انا حرقني بجد يعني عشان تبقى عارف يعني. ولكن يعني بصراحه احنا محتاجين حلول غير كابتن حسام حسن. مش قصدي ان احنا نجيب حد مكانه، انا قصدي ان يبقى في تغييرات شامله برضه مع تغيير المدرب. لان كابتن حسام حسن انت حليت مشكله من 1000 تمام، بتغير نسبه في النجاح، ولكن انت عندك 999 مشكله. ممكن بقى في الحلقات الجايه نبقى نتكلم عنهم وكده. اهم حاجه قول لي رايك في الكومنتات، ايه رايك في ملفات الزمالك وملفات الاهلي وتعيين كابتن حسام حسن مدير فني لمنتخب مصر. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويلا سلام.